إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العظيم النور. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرائب. انا فريدة، لو اول مرة تشوفوني، طبعا لو جداد اتمنى منكم انكم تعملوا اشتراك للقناة، تحطوا لي علامة اللايك وتعملوا كومنت وتعرفوني بنفسي. من جمال الفيديو بجد انا ما كنتش قادرة ان انا اعمل لكم الصوت وكل شوية اعيد في البداية. بجد انا من عشاق الاصوات بتاعة الراديوهات بتاعة زمان جدا واصوات الشيوخ، بس يا رب ما اخدش حظر بسبب المقدمة وتسمعوها انتوا كمان. لو ما سمعتوهاش فاعذروني بقى، ولو سمعتوها فبجد هي حلوه قوي. واكتبوا لي في الكومنتات انكم بتحبوها شبهي ولا لا. تعالوا نبتدي اليوم بتاعنا النهارده كده. روتين بسيط جدا جدا بس كله حماس وطاقه برضه. روتيني النهارده ترفيها عن نفسنا شويه. في فكره كده شفتها على التيك توك فقلت كده انفذها معاكم. هي بصراحه ما نجحتش قوي معايا، بس كانت الفكره حلوه لو كنت اهتميت بيها شويه. ان احنا بناخد بضايه وبنحطها في الفريزر لتاني يوم ونقشرها بمنتهى السهوله، وبعد كده بنقطعها زي ما شفتوا ونحطها في حته زبده او زيت ونقلبها. بس انا مش عارفه يعني هربت مني سيك. المفروض كل حلقه بحلقتها بتستوي، بتبقى شكلها لطيف قوي لما بتقدميها كمان للاطفال بياكلوها بسرعه جدا. البضايه دي عملتها لسجوده بحاول اكلها له كده كلها اول ما يقوم من النوم. طبعا يفضل للاطفال البيض البلدي. كمان حضرت بقى الفطار بتاعي. على فكره انا مش من عادتي ان انا بفطر، بس انا حبيت كده اعمل يوم ترفيهي لنفسي بفطر فيه. بس انا اصلا ما بحبش الفطار لوحدي بالذات. طلعت بقى المج بتاعي دوت. على فكره يعني لما بتيجي تشربي كده في مج بتاعك يكون معين بيكون لي كده نفسيه لوحديها، وتقعدي كده تشربي المشروب بتاعك او النسكافيه او الكوفي او اي حاجه قدام مثلا مسلسل او حاجه بتحبيها. ادي نفسك كده وقت، يعني مش شرط تقومي تفضلي كل حاجه للبيت. اقعدي كده افطري في وسط اولادك او مع ابنك وفطريه، واقعدي قدام التلفزيون كده اتفرجي على حاجه وعدي وقتك وكله هيعدي ان شاء الله. يعني ما تفضليش ضاغطه في اعصابك وانا ورايا ورايا ورايا، لا، اقعدي ورتبي افكارك، هتبتدي بايه، هتعملي ايه، والكلام ده. طبعا اول حاجه ببتدي بيها ان انا بدخل اتوضى وبصلي، بيكون ابني لسه نايم، وبعد كده على ما بصلي وفي اخر ركعه والله بيروح جاي صاحي. بس النهارده يا جماعه هو اكرمني، جه في الركعه التانية وخلاني سبت الصلاه لانه اما في جوع وعمل بيبي على نفسه على السرير فما لحقش وجاي يعيط. بس انا بصراحه ما زعقتلهوش ولا عملت له اي حاجه لانه كان لسه قايم من النوم، وهو كمان كان خايف وكان حاسس ان هو عمل حاجه خطر. بالمناسبه انا عارفه ان انتوا هتسالوا علمت ابنك ازاي على البوتي. ابني ما قعدش على البوتي خالص، ابني قاعد على التواليت على طول. اختي قالت لي ان انا اشيل السجاد، سمعت كلامها وسمعتها في كل خطوه كانت بتقولها. وعلى فكره حاليا ابنها بيتدرب على البوتي وعنده 1 و5 شهور ما شاء الله عليه، الله اكبر. بيتعلموا على البوتي فتقدروا تستفيدوا منها. القناه بتاعتها اسمها يومياتي انا واولادي. قالت لي ان انا اشيل السجاد كله ولما اجي اعلم سجوده اعلمه في الصيف بس. طبعا عشان الشتاء معروف طبعا ان الاطفال ما تقدرش تمسك نفسها وبتعمل يعني بول كتير. فانا فعلا ابتديت ان انا معاه في الصيف اللي فات السنه اللي فاتت، وقلعته البنطلون وقلعت كل حاجه، قلعته البامبرز وشلت كل حاجه من على الارض. ومره كان بيعمل على نفسه ومره كنت بلحقه، انا اللي بلحقه مش انتي. مع تكرارك وكل 10 دقايق بتدخليه التويليت وتقعديه على القعده او توقفيه وانتي اللي بتدربيه يعمل ازاي والحاجات دي كلها، عشان طبعا معروف الولد غير البنت. فهو واحده واحده بيتاقلم وبيتعود انتي زي ما بتقولينه. مره على مره لما بيتعلم يقولك بيبي، وفي مره ينسى، ولو عمل على نفسه قولوا له يا انت عملت حاجه نوتي، انت عملت حاجه يا قوي، فيفهم انها دي حاجه وحشه فما يتكررهاش تاني. الموضوع بس محتاج شويه طولة بال مننا وصبر. تعالوا بقى كمان اقول للبنانيت الصغيره اللي هم طبعا مش متجوزين ان انتوا عندكم وقت وكنز، حاجه جميله قوي والله العظيم. عندكم وقت وفراغ بجد، مش هقولك ان انتي تاخدي وقتك كله في البيت مع ماما وتروقي وتنضفي، لا 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 خالص. ده سنك ووقتك انك تعيشي في بيت ماما وترفيهات، وان انتي بقى يعني تعملي الحاجه اللي بتحبيها والكلام ده كله. كده كده هتتجوزي هتعملي كل حاجه، محدش هيستنيكي تعمليها، من نفسك هتعمليها.
يعني. بس حابه اقولك انك تنظمي يومك جدا جدا جدا. حاولي تخلي يومك مظبط، حاولي تخلي النهار نهار والليل ليل، ما تجعليش الليل نهار والنهار ليل. وحاولي ان انت على قد ما تقدري اعملي حاجه بتحبيها، مارسي اي حاجه بتحبيها. بتحبي قراءه الكتب، هاتي كتب واقرايها، هاتي اعملي مارسي اي. بتحبي الرسم ارسمي، بتحبي الغناء دندني مع نفسك، اعملي كل حاجه بتحبيها. بس طبعا ده مش هقولك ما تنسيش ان انت تساعدي ماما. اهم حاجه تنظمي الوقت. طول ما انت نظمتي وقتك وقمتي بدري وعملتي مثلا نظفتي غرفتك ورصيتي دولابك، حتى لو ما كانش عندك غرفه وعندك سرير بتاعك وبتاع اخوكي، نظفي السرير بتاعك وبتاع اخوكي وخلي الدنيا كده نظيفه والشمس تخش الاوضه. وعطريها بقلل الامكانيات، روحي عند بتاع المعطر والصابون، هاتي 5 جنيه معطر عادي بتاع جو، هيديكي كده نص ازازه صغيره وحطيها وعطري بيها، هتديكي جو مختلف خالص. امسحي كده الشبابيك، امسحي الموبيليا بتاع غرفتك، نظفي الاوضه، نظمي اكسسوري بتاعك دولابك. كل ده هيفرق معاكي في نفسيتك، وكمان مامتك هتنبسط بيكي جدا. على الاقل لما تقعدي على الموبايل مش هتقولك انت يا زفته، انت يا نيله، انت سايبه الدنيا كلها وقاعده على الموبايل. بصراحه يا جماعه انا ما عشتش الايام دي خالص. انا كنت برجع من شغلي كنت بغسل ملابسي بايدي، كنت بنظم ملابسي بايدي. انا طبعا كنت قاعده مع عمي وخالتي، فكنت انا ما بسيبش الغسيل، يعني خالتي اللي تغسله كده عشان ما تقلش عليها، كنت انا اللي بغسل الغسيل لنفسي. غالبا كنت باجي اكله من الشغل، لو اكلت بغسل مكاني، لو في مواعين وانا قادره اغسلها وانا راجعه من الشغل بغسلها. ساعات ما كنتش بقدر، بس بروق طبعا غرفتي اول باول منضفها. ما خليش حاجه خالص، ما كنتش بخلي حد يعلق ان انا مش نظيفه، وكنت منظمه. كنت بستخدم كل حاجه خاصه بيا لنفسي، يعني حتى معجون الاسنان كنت جايبه لنفسي، وفرشه، وكنت جايبه لشعري الحمام الكريم. فكنت منظمه قوي قوي قبل ما اتجوز. فخليكي انت كمان طول الوقت منظمه. وعلى فكره البنوته بتبان من بيت اهلها. لما هتتجوزي واهل جوزك ممكن يكونوا نضاف جدا ما شاء الله، فيقولوا دي نضيفه ما شاء الله طالعه من بيت مامتها كده. فدايما لما بتعملي حاجه كويسه بيجيبوا صوره مامتك، مش بيجيبوا ان انت بس، لا مامتك ما شاء الله معلماكي. وطبعا لو عكس كده يقولوا لا دي طالعه من بيت كده فهي متعلمه كده فما تلوموهاش. وده كتير قوي اللي بسمعه. فبجد ترتيب لليوم اللي متجوزين او اللي مش متجوزين بيبقى حلو جدا، وكمان للبنات اللي مش متجوزين اكتر. عايزه اقول لكم انا لما كنتش متجوزه وابتديت معاكم على السوشيال ميديا من زمان، انا كان زماني عملت لكم حاجات كتير قوي وتحفزكم اكتر، وكنت عملت لكم حاجات بجد وهم. لكن انا دلوقتي ممكن يعني نص وقتي معاكم ونص التاني مع ابني ومع جوزي، فمش بلحق في حاجات كتير نفسي اعملها. في افكار كتيره نفسي اقدمها، في افكار عايزه اعملها على التيك توك بس هاثر معاكم في اليوتيوب. فبجد بحس طول الوقت ان انا مش عارفه اعمل ايه ولا ايه، من كتر التفكير بتعب تعبانه. بقيت ان انا عايزه اعمل كل حاجه في وقت واحد، وده طبعا غلط. المفروض ان احنا ننظم افكارنا وننظم يومنا ونشوف احنا هنعمل ايه. روتين النهارده بقى انا خلصته بالظبط على العصر. انا كنت قايمه الساعه 12 الظهر، وكمان كده بالنسبه لي كان متاخر، بس انا قمت لاني احمد جه متاخر من الشغل، فاضطريت ان انا استناه. يعني انا يعتبر يومي غيركم خالص خالص خالص. انا احمد ممكن مثلا بيصحى 10 الصبح وبيجي من الشغل بتاعه على 2 1:30. فطبعا على ما بيستعشى ايه، اما لما بيتعشى على ما بيتعشى بغسل الاطباق وبصلي قيام الليل وبقرا في المصحف. فبجد بياخد من وقتي كتير، فبلاقي الساعه 4 الساعه 3:30 مش بلحق ان انا انام ال8 ساعات بتوعي وارتاح فيهم، او ساعات بنام 5 الفجر. فبحاول على قد ما اقدر ان امشي على قاعده اللي هو جسمي بيرتاح في خلال 8 ساعات. حتى لو انا قايمه مش فايقه بعدهم ولقيتني مثلا 7 ساعات ونص، اقول لا هو 8 ساعات بالظبط، اروح جايه نايمه نص ساعه تاني وقايمه. فوالله العظيم نظموا يومكم وقتكم، ودي كل حاجه حقها، تحسوا ان انتم مرتاحين جدا. انا النهارده زي ما بقول لكم قمت الساعه 12 يا دوبك، صليت الظهر، صليت الصبح وقرات في المصحف شويه، الظهر اذن لسه بصلي لقيت في تاني ركعه لقيت سجوده جاي بيعيط لي ويقول لي بيبي يا ماما. فقمت بقى سلمت من تاني وبعدين غسلت له كده جسمه بالميه السخنه كله، وبعد كده اضطريت ان انا اتوضى من تاني وصليت. فكل برضو ده اتعطل مع وقتي. طبعا بقى انت لو بنوته او مثلا لسه متجوزه جديد ومعكيش اطفال، فهتلاقي الوقت كتير معاكي فراغ، فتقدري ان انت بقى تقعدي كده تشربي كوفي مع نفسك، تتفرجي على فيلم بتحبيه، اقراي كتير، اعملي حاجه بتحبيها. عايزه تشتغلي من البيت في شغل ان الشموع دي اللي هو الكاندل في البيت حلوه قوي، تقدروا تشتغلوا بيه على السوشيال ميديا.
تقدروا تشتغلوا اي شغل يدوي، هاند ميد، في حاجات كتيره قوي تقدروا تعملوها. اهم حاجه الطموح، اللي هي بجد الطموح ده عامل شبه البيت بس اللي من غير سقف، اللي هو الطموح ما لا نهايه. بس يا بنانيتي، روتين النهارده كان خفيف بالنسبه لي، لان انا ما عملتش حاجه غير ان انا نظمت المطبخ وفطرت وغسلت البوتاجاز، وكان في عندي شويه فاكهه زي ما شفتوها احمد كان جايبها سبحان الله، وجايب كل حاجه انا ما بحبهاش. جايب المشمش انا بقشعر منه موت، وجايب البرقوق برضو بقشعر منه جدا، والخوخ بقشعر ما باكلوش بيجز على اسناني، والتفاح انا قلت له عايزه تفاح، انا ما باكلش التفاح ده، بس طبعا يسلم ايده وعينه وقلبه اللي هو جاب لي الحاجات الحلوه دي. غسلتهم زي ما شفتهم كده وشلتهم. بحط نقطه خل صغنطه خالص في الميه مع التفاح او اي خضره او اي فواكه ان انا هبوشها شويه، بتكون احسن يعني. كان عندي شويه غسيل بقى نفضته كويس قوي، لقيت عليه كميه تراب رهيبه، مش عارفه عشان انا في الدور الاول ولا هو طبيعي بيكون في اتربه ولا ايه، فمش فاهمه. المهم ان انا بلمه لقيت تراب كتير، فلازم ننفضه كويس. الملابس يا جماعه اللي تكون بره بالزيت، احيانا انا ما بحبش انشر بره خالص لانه كده كده بيكون ناشف يعتبر، فبصراحه يعني بحب ان انا انطوره كده على الركنه او في غرفه الاطفال اللي هي لسه ما اتعملتش اصلا. والله مش عارفه هتتعمل امتى، ولسه كنت بحكي مع احمد واقول له نفسي اغمض عين وافتح عين الاقيني عملتها، فادعوا لي كده ان شاء الله نخلصها ونعملوها مع بعض. كمان كنت عايزه رايكم، رجحوا لي ان انا اعمل سريرين فوق بعض ولا اعمل سريرين منفصلين، ولو سريرين منفصلين فالواحد هيبقى 90، لان انا عندي عمود في الحته اللي هيتحط فيها السرير ومفيش مكان تاني ان انا احط فيه السرير بتاعي، فانا محتاره ومش عارفه اعمل ايه. وكمان كنت عايزه اسالكم على الغساله اللي هي الاوتوماتيك الكامله، هل هي كويسه ولا لا؟ عشان بفكر ان انا مثلا ابيع بتاعتي واجيب واكمل على حقها واجيب واحده اللي هي الاوتوماتيك الكامله. كمان الاوتوماتيك دلوقتي بقت غاليه قوي، عامله 17,000 جنيه، فما تنسوش ان انتوا ترجحوا لي يعني، تقولوا لي الاوتوماتيك حلوه ولا لا، وانه ماركه تكون كويسه. انا اعرف ان هي تورنيدو او توشيبا، الاتنين واحد يعني، دي احسن حاجه. فانتوا يا ريت ما تنسوش في الكومنتات تكتبوا لي، وعايزه كومنتات كتيره، ها مش واحده ولا اتنين بس اللي تكتب، لا عشان هختار وهميز من كتر الكومنتات. يرجحوا لي اوتوماتيك الكامله احلى ولا اللي عندي احسن، بناء ان انتوا يعني مثلا استخدمتوا الاتنين او يعني اتعاملتوا معاهم. ف والمسحوق يعني الكبيره ممكن تكون عقبه شويه في المسحوق بتاعها، بس انا بالنسبه لي لو جبت المسحوق بتاعه الاوتوماتيك ممكن تقعد معايا 3 شهور، لان المسحوق بتاع الاوتوماتيك بيبقى 3 كيلو وريحته بتبقى بجد روعه روعه. انا استخدمته قبل كده على فكره، لما كنت عايشه عند ماما هدى الله يرحمها، كان في حد يعني كنت عايشه معاه، وكنت دايما بستخدمها الغساله اللي هي الاوتوماتيك الكامله دي، فكانت بالنسبه لي حلوه جدا، وكانت بتطلع الغسيل ريحته حلوه قوي، بس احيانا ما كانتش بتنضف يعني. فمش عارفه والله، يا ريت تفيدوني وتقولوا لي يعني اللي عندي احسن ولا اجيب اللي هي الاوتوماتيك الكامله. هنا بقى انا كنست الغرفه كلها، وطبعا زي ما شفتوني مكان اليورين اللي سجود عمله نضفته كويس بالمعطر، وقعدت كده انشف بالفوطه جامد، وبعد كده حطيت بقى المكنسه بالكهرباء زي ما شفتوا برضو الم الاتربه، وقعدت اشفط في الميه شويه بس هي ما كانش فيها ميه، وبعد كده قلت اسيبها تتهوى على ما اغسل الغسيل وكمان اصلي العصر، يعني كان بتاع ساعه كده سبتها تهوت كويس. دي بقى يا جماعه غسلتي، دي النوع بتاعها في الاوتوماتيك، وكمان انا مش عارفه انضفها من الفراغات اللي جوه دي، فعادي لو انا غسلتها بميه وكبيت ميه بره الجسم بتاعها ولا لا، ولا هي ممكن لا قدر الله يحصل حاجه في الموتور. فعرفوني. شايفين كده الدايره دي وراها كده يعني فراغ، والدوائر الصغيره دي فيها ميه، فيها اتربه، فانا مش عارفه ماما منضفها بالبطانه ما بتنضفش خالص، فبرضه عرفوني بتتغسل ولا بتعمل ايه. صليت بقى هنا العصر وقرأت في المصحف وكمان الأذكار، وبعد كده دخلت بقى على السرير. هو كان يعني شبه ما ناشف شوية، وانا اضطريت ان انا افرشه لاني كنت رايحه عند حماتي ويعني حبيت ان انا اخلص. هنا بقى انا كنت بوريكم ان المفرش ده غير اللي انا شلته، هو نفس مقارب من اللون، يعني حتى انا بعد ما جبته قلت ايه ده، هو ايه الذكاء بتاعي ده ان انا خلاني اجيب نفس اللون بس مختلف، ان ده كارو التاني ساده، فما خدتش بالي. فالحمد لله يعني ديني اتعلمت. فدوت كارو مش ساده، ودي خامه اسمها العمريه. بجيب كل القماش بتاع الستاير يعني اغلبيته من الساعه كرموز، وفي مره واحده بس جبت اونلاين اللي هو الطقم اللي كان ابيض اللي فرشته معاكم في العيد الصغير، فده الوحيد اللي كنت جايباه اونلاين، وكان غالي جدا بصراحه، كان عامل 900 جنيه، فكان كتير قوي، بس انا بصراحه كان نفسي فيه موت، فحوشت لحد ما جبته.
بجد انا لما بيكون نفسي في حاجه بحطها في دماغي فبعملها. الخطوه الجايه ان شاء الله ان انا عايزه اغير الخدوديات دي، مع ان الخدوديات انا اللي حاشياها والجسم اللي من بره بس هو اللي مش لطيف خالص، شكله وحش جدا. فانا عايزه الخطوه اللي جايه ان شاء الله هغير الخدوديات واجيبها ابيض ساده. وخدوا بالكم وانتوا بتشتروا يعني بتجهزوا نفسيكم الخدوديات، هاتوا من عند حد كويس، ولما تمسكي الخدوديه حسي على ملمسها من بره، لو حسيتي النعوميه ما فيهاش شكه كده يبقى هي كده نظيفه ونوع كويس. انما لو حسيتي النعوميه بس فيها شكه بسيطه دي كده مش كويسه خالص. وحاولي لما تجيبيها الماركه كويسه عشان تعيش معاكي وتبقى هشه، لان بجد انا اتضحك عليا فيها وكنت جايباها غاليه. الخداديات بتاعه السراير كلها بتاعه الاطفال، ودي ده كمان في حاجات انا اصلا يعني طلعتها كده ما كنتش محتاجاها. هنا بقى حطيت كده الخداديتين الزرق دول، وكمان حطيت النص دوت ده شال، عملته زي شال يعني كده وحطيته بالشكل ده. فمش عارفه حسيت شكله مش حلو قوي، بعد كده قلت احطه كده زي شال بالعرض. برضو مستنيه رايكم كده احسن ولا الاول، واكتبوا لي السمبوكسه او بالعرض كده، يعني اكتبوا بالعرض او بالسمبوكسه عشان اعرف منكم في الكومنتات. طبعا بشكر ام ملك اللي هي بالاكونت بتاعها احمد طه، وبشكر طبعا مريم، وبشكر حمزه، وبشكر ياسمين، وكذا حد علق لي كومنتات كتيره قوي. يعني انا بجد بشكركم بجد والله، ان انتوا السبب في كل حاجه، انتوا السبب ان انا اصور لكم يوم جديد، اصور لكم فيديو جديد، اعمل لكم كل حاجه بحب وبطاقه، اعمل لكم كل حاجه بحماس، واقوم بدري واخلص واقول عشان عارفه اللي في ناس مستنياني، عارفه ان في ناس بتتفرج عليا بتكتب لي كلمه حلوه. بجد انا والله العظيم بشكركم مش مجرد كلام. اي حد بيتابعني وعارف يعني ايه مثلا عائله، وعارف يعني ايه حب، فبجد انا بحبكم جدا جدا، وانتوا حاجه غاليه عندي قوي 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 قوي. فهنا يعتبر ان احنا خلاص قررنا نخلص الفيديو، فاتمنى اكون كنت خفيفه عليكم، واحاول يعني اكون كنت يعني هاديه في طريقه الكلام شويه، لاني زي ما بقول لكم انتوا بتقولي لي انا ببقى سريعه. المهم ان انا خلاص لبست، لاني كنت نازله عند حماتي هنا وكنت مجربه التنت بتاع شجلام دوت حلو قوي، ودوت الكوبي بصراحه مش الاصلي، كان عامل 85 جنيه. بس انا مش عارفه احط لكم بصراحه رقمها لانها هي ما عندهاش اونلاين، بس هي مكانها في سيدي مش في سيدي بشر، في شارع 45 على ايدكم اليمين. المحل اسمه ديور، عندها اسعار حلوه جدا، وكل الاسعار بتبتدي عندها من 15 جنيه، حاجات تحفه. وكمان عندها حاجات للعرايس تقدري تديها لصاحبتك لو هي مثلا هتتجوز او حاجه، عندها طقم عروسه كده في بادي سبلاش ومخمريه وحاجات كتير قوي. هو في شارع 45، محل بعد النفق بتاع العربيات. المحل على ايدكم اليمين اسمه ديور، في رعاية الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.